بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد الصادق الأمين. وبعد، إننا اليوم نقف على مشارف قرية قياض، هذه القرية التاريخية الأثرية التي يعود تأسيسها إلى آلاف السنين. فقد كانت هذه القرية من قرى الأوزاع أو من قبيلة الأوزاع الذي ذكرها العالم الهمداني لسان حال اليمن في كتابه الإكليل الجزء الثاني صاد 217 في قوله: أولد يزيد بن مالك ذي المليد بطنا، وجبلة بن يزيد بن مالك بن حمير بطن. فهذه القرية تعود أنسابها إلى ذي المليد ابن يزيد بن مالك بن حمير. وعلى مشارف هذه القرية تأسست قرية ذي المليد التي اندثرت، وهذه معالمها. هذه القرية التي كانت تتبع من مساقب ذي الكلاع الحميري الذي ملك مشارق الأرض ومغاربها. ثم سميت هذه القرية في القرون السابقة، وكأنها منذ بداية القرن الثالث أو الرابع الهجري سميت بقرية قياض، وكانت تعتبر أحد المراكز العلمية التي تأسست منذ بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هذا الفج انطلقت جموع الفاتحين الملبين لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة رسول الله معاذ بن جبل رضي الله عنه. فكانت تنطلق جموع الفاتحين من هذه المناطق، من مساقب ذي الكلاع الحميري، ومن مساقب شرعب، ومن مساقب المخلاف،